السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وصفتنا النهاردة زي ما عودتكم على طول سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت لذيذة جدا جدا جدا. هي ايه؟ هنعمل النهاردة طاجن مكرونة بالسجق. طاجن مكرونة بالسجق. طب نوع المكرونة ايه؟ هنعمل مكرونة اللي هي الخواتم اللي هي الصغيرة دي، تمام، او المقصوصة زي ما في ناس بتقول عليها سجق. والوصفة النهاردة مكوناتها بسيطة فوق ما تتخيلوا، ولكن طعمها شاهي جدا جدا. طيب زي ما قلنا ادي مكرونة، تمام، مقصوصة او خواتم، وسجق متقطع صغير بالمنظر ده، وعندنا صلصة طماطم معصورة، وبصل، دي بصلاية متقطعة صغير، وبقى عندي التوابل ملح وفلفل فقط. الوصفة النهاردة مكوناتها قليلة جدا وبسيطة جدا، ولكن طعمها حلو قوي قوي قوي. تابعوا معايا شوفوا هنعمل ايه دلوقتي بالمكونات دي. بصوا يا حبايبي، دلوقتي انا جبت سرفيس، اي صينيه مربعه مستطيله مدوره مش هتفرق في شكلها، تمام. هنجيبها بعد كده وهي زي ما هي كده هنروح حاطين فيها كميه المكرونه اللي عندي كلها بالمنظر ده. طبعا المكرونه مش مسلوقه، انا ما سلقتهاش ولا عملت فيها اي حاجه، زي ما جبتها زي ما حطيت فيها زي ما حطيتها في الصينيه على طول. عندي بصلايه، البصلايه دي متوسطه الحجم، تمام، متقطعه صغير بالمنظر ده. هحطها على المكرونه برضو من غير ما اشوحها ولا اعمل فيها اي حاجه خالص، يعني زي ما هي كده. بعد كده عندي معلقه ملح ومعلقه فلفل اسمر، برضو هنروح حاطينها على المكرونه بالمنظر ده. هنقلبهم كويس جدا مع بعض عشان يختلطوا ببعض، تمام. هنقلبهم كده مع بعض كويس عشان يختلطوا. وبعد كده بعد ما نقلبهم كويس جدا بالمنظر ده، تمام، هنعمل ايه تاني هقول لكم. بصوا يا حبايبي، دلوقتي انا قلبت المكرونه كويس مع البصل مع الملح والفلفل. بعد كده مش هاجي جنبها هركنها ومش هعمل فيها حاجه، ولكن دلوقتي اللي هشتغل فيه السجق بتاعي، تمام، اللي انا وريته لكم في اول الفيديو. هعمل بيه ايه دلوقتي؟ هشوحه على النار في طاسه من غير ما احط له اي حاجه خالص. هيتشوح، تعالوا نشوحه مع بعض دلوقتي. دلوقتي انا عندي طاسه على النار سخنه. بعد كده هحط عليها ماده دهنيه، شويه زيت، تمام، بس يعني قيمه مثلا ايه معلقتين 3 زيت. اول ما الزيت ده يسخن هبتدي ان انا هحط عليه السجق. بصوا يا حبايبي، دلوقتي الزيت سخن معايا، هنزل عليه كميه السجق كلها، تمام، بالمنظر ده. ونسمي الله ونخلي بالنا من قصه الزيت والتشويح وكده، وربنا يسترها علينا جميعا. هنقلب دلوقتي السجق كويس، هنسيبه يتشوح مع بعضه، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه تاني. دلوقتي يا حبايبي انا عماله اقلب في السجق لحد ما خد تشويحه كده. بعد كده هحط له شويه ميه صغيرين بحيث يكمل سوا فيهم، شويه ميه بالمنظر ده صغيرين قوي. وهقلب السجق تاني لحد ما يتشوح ويستوي 3/4 سوا، وبعد كده هطفي عليه. اثناء تشويح السجق وهو على النار هحط له شويه ملح وشويه فلفل اسمر فقط، شويه صغيرين كده بالمنظر ده وشويه فلفل. وبعد كده هديله تقليبه بسيطه وهطفي عليه، وهنكمل بقيه الوصفه مع بعض. دلوقتي خلاص اول ما السجق وصل للمرحله دي هبتدي ان انا اطفي عليه. دلوقتي خلاص الوصفه جاهزه ان انا اقفلها وادخلها الفرن. السجق اتشوح معايا، المكرونه محطوط عليها البصل، وادي الطماطم. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط كميه السجق اللي انا مشوحاها على المكرونه بالمنظر ده، وبعد كده هروح حاطه الطماطم المعصوره بالمنظر ده، وهتقلبوا كلهم على بعض. بسم الله. طب لو انا لقيت الطماطم اللي انا عصراها قليله، حسيت ان هي قليله شويه وحسيت ان هي مش هتسوي المكرونه كويس، اعمل ايه؟ عادي خالص ان انا ممكن احط كميه الطماطم اللي معايا وبعد كده هروح مزوده بميه، مفيش مشكله خالص. دلوقتي انا هقلب كويس جدا الكميه
كلها او المكونات كلها مع بعض. وبعد ما اقلبها كويس هدخلها الفرن. الفرن عندي شغال بقاله حوالي 10 دقايق على درجة حرارة 180. بعد كده هروح مدخلاها الفرن، هتقعد حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة اقصى حاجة لو الفرن بتاعك كويس. وبعد كده هخرجها وبالهنا والشفا وهوريها لكم، انتظروني. الشكل النهائي ليها هيعجبكم قوي. قلبت المكونات دلوقتي، انا قلبت المكونات كلها على بعض بالمنظر ده، ومن رايي ان احنا نقلبها كويس بحيث المكونات كلها تختلط في بعض. وبعد كده هدخلها الفرن. زي ما قلت لكم الفرن شغال بقاله حوالي 10 دقايق، درجه حراره 180، لازم يبقى سخن جدا. هندخلها هتاخد حوالي ربع ساعه تلت ساعه على حسب الفرن بتاعك، وهطلعها وهوريها لكم. بصوا يا حبايبي، نسيت اقول لكم ان لازم الصلصه او الميه اللي هنزودها على الصلصه تبقى في الشكل ده عشان تغطي وش المكرونه، عشان المكرونه ما تبقاش ناشفه معايا. يعني احط كميه مناسبه، كميه زياده بحيث تغطي الوش عشان ما تبقاش ناشفه معايا. زي ما قلت لكم لازم نخليها بالمنظر ده والشكل ده. دلوقتي هي جاهزه ان انا ادخلها الفرن. هدخلها ولما تخرج هوريها لكم. وده الشكل النهائي للطاجن بعد ما طلع من الفرن. خد حوالي تلت ساعه زي ما قلت لكم. هتاكلوا احسن واطعم طاجن مكرونه بالسجق لو عملتوه بالطريقه دي. سهل وسريع وشهي جدا جدا، هيعجبكم قوي وهتدعولي. لو في يوم بقى مكسله ومش عارفه تطبخي ايه وتعملي ايه وعايزه حاجه سهله وسريعه قوي، اعمليه وعلى ضمانتي. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.